السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد عثمان وفيديو جديد من فيديوهات قناتكم وبرنامجكم ملعب عثمان. زي ما احنا متعودين نبدأ بأفضل شيء وهو الصلاة على النبي ونقول اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أتمنى أنكم تدعموني بلايك للفيديو ده وسبسكرايب للقناة اللي لسه ما عملش سبسكرايب، وفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم جديدنا أول بأول إن شاء الله. هنتكلم عن برشلونة وميركاتو قوي عملوا برشلونة بصراحة في الميركاتو الحالي. هنتكلم عن الانتدابات اللي جابها برشلونة وكمان اللعيبة اللي رحلوا، وبرشلونة من وجهة نظري هيكون عامل ازاي الموسم الجديد. برشلونة في البداية طبعا الموسم الماضي كان واحد من أسوأ مواسم برشلونة تقريبا يمكن في تاريخه. برشلونة ما خدش أي بطولة، موسم صفري، ما حققش أي لقب الموسم الماضي، خرج من دوري أبطال أوروبا من دوري المجموعات. وكويس إن هو ما كملش الصراحة، لأن لو كان كمل كنا هنلاقي سبعات وثمانيات، يعني رب ضارة نافعة. برشلونة كمان راح لليوروبا ليج وخرج من دور ربع النهائي، ما تمكنش كمان من الفوز بالبطولة الأضعف نسبيا من التشامبيونز ليج في أوروبا، وبالتالي خرج بموسم صفري، موسم هزيل لفريق برشلونة. خوان لابورتا وإدارة برشلونة بدأوا بقى بيفكروا إن هم إزاي يطلعوا من المشاكل والأزمات الاقتصادية اللي كانت بتحيط بالنادي. كانوا بيخططوا لميركاتو قوي، كانوا بيخططوا لانتدابات قوية تفيد وتدعم صفوف فريق برشلونة في الموسم الجديد. وبالفعل لجأ خوان لابورتا ومجلس الإدارة للروافع الاقتصادية والاستفادة من العوائد المادية اللي هتيجي منها من بيع البي ال ام، و25% تقريبا من حقوق البث الفضائي الخاص بفريق برشلونة. عملت فيديو خاص عن القصة دي، هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن. برشلونة بعد ما لجأ للروافع الاقتصادية عمل صفقات قوية جدا، عمل صفقات وعمل لحد دلوقتي ميركاتو، يمكن ميركاتو رائع، وهيساهم وهيساعد برشلونة الموسم اللي جاي كتير. أول الانتدابات كان اللاعب الدنماركي المدافع كريستنسن طبعا شفناه مع فريق تشيلسي، مدافع جيد، مدافع ممتاز، مدافع برشلونة في احتياج لمدافع بنوعية كريستنسن، مدافع هيكون إضافة قوية لفريق برشلونة في وخط دفاع برشلونة في الموسم الجديد. وكمان كان في ميزة ان كريستنسن انضم لفريق برشلونة في صفقة انتقال حر، هو انضم لبرشلونة بعد انتهاء تعاقده مع فريق تشيلسي، يعني جاي فري، ما كلفش برشلونة اي اموال نهائية. وصفقة اتوقع نجاحها مع برشلونة، وهيكون اضافة زي ما قلت لحضراتكم لخط دفاع برشلونة في الموسم الجديد. الصفقة الثانية اللي تمت وهي صفقة اللاعب الإيفواري القادم من فريق انتر، او القادم من فريق الاي سي ميلان، وهو فرانكيسيه اللاعب الإيفواري، لاعب برضو من اللاعبين اللي انضموا رسميا لفريق برشلونة، قادم من فريق الميلان بعد ما ساهم وعمل موسم رائع مع الميلان، توج بيه في النهاية مع الميلان ببطولة الدوري الايطالي بعد غياب 11 سنه عن العملاق الروسونيري من الفوز ببطوله الدوري في ايطاليا. كان ليه اسهامات كتيره جدا في خط وسط فريق الميلان، انتهى تعاقده مع الميلان وانتقل الى فريق برشلونه برضه في صفقه انتقال حر في ابتداء من الموسم الجديد. اضافه قويه جدا لخط وسط برشلونه، لاعب قوي، لاعب سريع، لاعب بيمتاز كده، بيفكرني يعني بيايا توريه مواطنه الإيفواري. لاعب هيكون إضافة قوية جدا لفريق برشلونة في الموسم الجديد، وصفقة محترمة أبرمها مجلس إدارة برشلونة. الصفقة الثالثة وهي صفقة رافينا القادم، الجناح البرازيلي القادم من فريق ليدز يونايتد. كل اللي اتفرج على الدوري الانجليزي وشاف فريق ليدز يونايتد شاف رافينا، واحد كان من ابرز نجوم فريق ليدز يونايتد، كان مؤثر جدا مع فريق ليدز يونايتد، لاعب هداف، لاعب مهاري، لاعب كمان من افضل يعني الاجنحه اللي كانوا موجودين في الدوري الانجليزي على فترات، لاعب سنه صغير، لاعب مستقبل في الحته دي. برشلونه بقاله فتره كان بيسعى لضمه، وتمكن من انضمام او من التعاقد مع رافينا بعد مفاوضات صعبه خاضها فريق برشلونه مع اداره ليدز يونايتد، وانتقل رافينا الى برشلونه مقابل 58 مليون يورو.
ودي برضه هتكون اضافه قويه لخط هجوم فريق برشلونه. الصفقه بقى الاهم والصفقه يمكن الاعظم في الميركاتو ده للعملاق الكتالوني، وهي صفقه روبرت ليفاندوفسكي. ليفاندوفسكي واحد تقريبا من اهم صفقات فريق برشلونه في اخر 10 سنين. مهاجم فذ، مهاجم ما يختلفش عليه اتنين، مهاجم من اقوى واهم مهاجمين ولاعبي اوروبا بشكل عام، مهاجم هيقوي خط هجوم فريق برشلونه بشكل كبير جدا. برشلونه من بعد ما كومان في بدايه الموسم الماضي استغنى عن لويس سواريز، مش شايفين او مش لاقيين لبرشلونه مهاجم قوي، مش شايفين لبرشلونه لاعب رقم 9 قوي يليق انه يلبس تيشيرت او فانيله برشلونه. فروبرت ليفاندوفسكي تعاقد مع برشلونه من بايرن ميونخ بمقابل مادي تقريبا 45 الى 50 مليون يورو. صفقه قويه، صفقه هتدعم خط هجوم برشلونه بشكل كبير جدا، وهتقوي خط هجوم برشلونه بشكل كبير جدا. دي الصفقات اللي تمت لحد دلوقتي. لسه في اسماء تانية مطروحه ان يتم التعاقد معاها لكن ما تمتش بشكل رسمي. بتتكلم على كوندي مثلا، اللاعب الفرنسي لاعب فريق اشبيليه، في مفاوضات جاده من فريق برشلونه معاه، لكن على الجانب الاخر في مفاوضات جاده جدا من فريق تشيلسي مع النادي الاسباني المالك للاعب كوندي. برشلونه تواصل مع اللاعب وقالوا له يعني ارفض العرض بتاع تشيلسي عشان تسهل من امكانيه التعاقد معانا ان شاء الله وننجح في الحصول على خدماتك. كوندي لو نجح برشلونه في التعاقد معاه هيبقى دعم خط دفاعه بشكل محترم وبشكل ممتاز جدا. على الجانب الاخر في اللاعب البرتغالي لاعب فريق مانشستر سيتي برناردو سيلفا. برناردو سيلفا واحد كده من اللاعبين اللي تحت الميكروسكوب. برشلونه بيفاوض برناردو سيلفا بقاله فتره، وهو قريب جدا من الانضمام الى فريق برشلونه، والصفقه دي متوقفه عليها رحيل فرانكي دي يونج. دي يونج بنسبه كبيره ممكن في خلال الايام اللي جايه في الميركاتو دوت نلاقيه رحل الى فريق مانشستر يونايتد اللي متمسك جدا بالتعاقد معاه، طبعا بعد توصيه من الهولندي إيريك تين هاج. ممكن بشكل كبير جدا لو تم التعاقد مع برناردو سيلفا هيتم الاستغناء عن فرانك دي يونج عادي، مفيش اي مشكله. دول كده اللاعبين والصفقات اللي تمت بشكل رسمي وبشكل نهائي لحد دلوقتي لفريق برشلونه. طب بالنسبه للراحلين اللي رحلوا برضو بشكل رسمي، قبل ما ننتقل للراحلين معلش، في كمان عثمان ديمبلي نجح فريق برشلونه في تجديد تعاقده معاه لمده موسمين لحد صيف 2024 في صفقه انا شايفها صفقه جديده. ليه؟ لان عثمان ديمبلي كان انتهى تعاقده مع برشلونه وكان خلاص هيرحل عن الفريق الكتالوني، كان قريب جدا من الانضمام لفريق تشيلسي، ولكن نجح فريق برشلونه من الابقاء على عثمان ديمبلي، وهو هيكون برضو اضافه وهيكون تدعيم وتقويه لخط هجوم برشلونه في الموسم الجديد. تم التعاقد معاه تقريبا، كان تعاقده او عقده الماضي كان ب 6 مليون يورو، تم تخفيض راتبه تقريبا بقيمه 40% من الراتب السابق، يعني تقريبا نص عقده. طبعا برشلونه عمل كده لان كان من ضمن المشاكل برضو اللي كان برشلونه واقع فيها الموسم الماضي، وهي مشكله سقف الرواتب اللي بين برشلونه وبين لا ليجا الدوري الاسباني. سقف الرواتب بتاع الانديه ما ينفعش النادي يتخطى سقف رواتب لاعبيه عن 400 مليون يورو. السنه اللي فاتت برشلونه كان عقود لاعبيه 570 مليون يورو، فعشان كده برشلونه خفض من رواتب كتير جدا من لاعبيه واستغنى عن لاعبين هنقول عليهم دلوقتي عشان يخفض او يتخلص من المشكله دي. ننتقل سريعا الى الراحلين عن برشلونه. برشلونه هيرحل عنه او رحل عنه بشكل رسمي كوتينيو، رحل الى استون فيلا مقابل 20 مليون يورو، وكمان رحل اداما تراوري الى ويلفرهامبتون بعد انتهاء اعارته، ورحل لوك دي يونج الى اشبيليه بعد انتهاء اعارته، وكمان لونجلي طلع اعاره لفريق توتنهام، و ترينكاو طلع برضو اعاره لفريق سبورتنج لشبونه. دول وداني الفيش ده خلاص تم الاستغناء عنه بعد انتهاء تعاقده مع فريق برشلونه. دي كده الاسماء بالنسبه للصفقات وبالنسبه للراحلين الخاصين او الحديث عن فريق برشلونه الموسم اللي جاي. برشلونه بيجهز لموسم قوي، برشلونه بيجهز لموسم خلاص بقى الموسم اللي فات كان 0 بطولات، عايز طبعا يرجع يفوز بالدوري الاسباني ويسيطر على الكره الاسبانيه من تاني طبعا، وده مش سهل
في ظل تواجد منافس قوي جدا زي ريال مدريد بطل دوري ابطال اوروبا في اخر نسخه، وكمان ريال مدريد دعم بلاعبين ودعم صفوفه بلاعبين اقوياء جدا. فالموسم اللي جاي هنشوف منافسه شرسه جدا 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 على الدوري الاسباني بين برشلونه وريال مدريد واتلتيكو مدريد واشبيليه وفيا ريال. فهنشوف ان شاء الله دوري ممتع ودوري قوي جدا. كده انا خلصت حلقه النهارده، يا رب حلقه اليوم تعجبكم. اشوفكم ان شاء الله في حلقات جايه كتير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.